السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الموضوع اللي بتكلم فيه النهاردة موضوع يكاد يكون بيحصل كل يوم، والواحد مروح راكب المواصلات انت بتبقى تعبان وشقيان طول النهار، وبتبقى مستني ان انت تروح عشان تاكل لقمة وتنام وتريح، عشان تنزل شغل تاني يوم اذا كنت بتقعد مع عيالك شوية او حاجة زي كده يعني. الموضوع اللي بيحصل النهاردة كل يوم الواحد بيحاول يتمالك اعصابه فيه، ان انا فوجئت وانا جاي النهاردة ومروح. واحد قاعد جنبي، تقريبا في ناس بقى هوايتها ان هو اول ما بيركب المواصلات يمسك التليفون، يفضل ماسك التليفون ويحكي في قصص وتفاصيل حياته لحد ما بياخد بعضه وينزل. بتبقى تسليته الوحيدة في السكة، لو السكة مدتها طويلة شوية أو المواصلات الدنيا زحمة، فبيسلي نفسه عن طريق الموضوع دوت. طب إيه اللي حصل النهاردة؟ اللي حصل النهاردة إن معايا واحد كان قاعد جنبي. أول ما ركبنا ويدوبك دفعنا الأجرة وخلاص، الواحد هيبتدي بقى إيه، يسترخي كده شوية عشان خاطر يعصبه طول النهار قاعدين متشتتين في الشغل ومن هنا ومن هنا ومشاكل، فالواحد بيحتاج إن هو يروح على قد ما يقدر بسرعة. مسك التليفون: ايوه، ايوه مصطفى، عامل ايه يا حبيبي؟ بقول لك يا مصطفى، ما تزعلش مني، انا امبارح بايت في الصاله، اقسم لك بالله انا بايت في الصاله. اه مصطفى، انا عرفت امك يا مصطفى كانت بتخبي منها الصابون ليه يا مصطفى. انا قعدت اخبط على الباب 3 ساعات، مش عايزه تفتح يا مصطفى، مش عايزه تفتح. جايبه 10 كيلو طماطم، مش لاقي الحمار اللي بيشتري الطماطم يا مصطفى. اه مصطفى، وقعد طول السكه يا مصطفى ويحكي تفاصيل حياته. انا ذنبي ايه ان انت بت في الصاله بره؟ الناس اللي راكبه الميكروباص معاك ذنبها ايه تعرف تفاصيل حياتك ان انت بت في الصاله، وان مراتك جابت طماطم ولاقيه الحمار اللي بيشتري؟ مشاكلك دي هل يعقل؟ هل يعقل الناس كلها تبقى انت ورقه مفتوحه للناس كلها تعرف تفاصيل حياتك؟ هل دوت انت كده مثلا بتضيع وقت ولا انت بتعمل ايه يعني؟ ومين مصطفى اللي انت عمال تشكيله في مشاكل حياتك دوت وفي دنيتك اللي بتحصل ديت؟ غريبه يا جماعه، ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه تفاصيل حياتكم تتحكى على الملأ كده. ده مش اول حاله، الراجل ماسك التليفون وعمال يزعق طول السكه. اخر ما زهقت راجل كبير قاعد جنبي الناحيه التانيه، بقول له: يا حاج انت صدعتني يا حاج. راح الراجل باصص لي كده، راح جاي ضاحك، وكل اللي في المشروع راح جايين باصين للراجل وبتاع. وبعد ما خلاص قربنا ندخله، وانا ساكن في العجم، قربنا ندخله على البطاش، لقى الناس كلها عماله تبص له، واللي يقول ربنا يكون في عونها، واللي يقول له، واللي يقول مش عارف ايه، وكل تفاصيل حياته بيحكيها. كويس، في الاخر خالص بص للناس كده قال له: بقول لك يا مصطفى، معلش عشان انا مش عارف اسمعك كويس عشان انا في المواصلات، طب لما انزل هكمل لك يا مصطفى. لسه لما تنزل هتكمل لمصطفى؟ هل ده مرض؟ هل ده نوع من التعب النفسي انت بتحاول تطلع؟ طب انت المفروض يبقى في مكان بينك وبين نفسك تحكي لمصطفى اللي انت عايزه. لكن انا قاعد جنبك، الست اللي قاعده جنبك تعبانه، الراجل اللي قاعد جنبك قرفان وطول النهار تعبان في شغله وبتاع، مش لازم يحكي يعرف ان انت نمت في الصاله واتنيلت ب60 نيله؟ فأرجوكوا أرجوكوا يا جماعة، الناس اللي هوايتها تمسك التليفون وتقعد تحكي، سواء ست أو سواء راجل، تقعد تحكي طول السكة في تفاصيل حياتها، ده خطر. الموضوع دوت مش صح، إن حد يعرف تفاصيل حياتك. في نصايب ياما وكوارث حصلت بنفس الموضوع دوت. كان لسه واحدة ست عندنا كانت ميتة في محرم بيه، ذبحت ولد، كانت راكبة مع ولد بتاع توك توك، الولد ماسكة التليفون وبتتكلم إن هي قبضت فلوس المعاش وبتاع، فضل مستنيها وراح جاي طلع وراها وذبحها عشان فلوس المعاش. فتفاصيل حياتك ما ينفعش تتعرف على الملأ. يا جماعة أرجوكم، الموضوع ده مهم، مهم جدا. تفاصيل حياتك احتفظ بيها، واقفل عليها صندوق كده وحط عليها قفل، محدش يعرفها إلا أنت، بالذات لما تكون راكب مواصلات. شكرا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.